النهارده هنجرب اغلى كيكه في مصر. السلام عليكم، ازيكم؟ في اخر شهر ديسمبر تقريبا لقيت ان في كيكه كده نزلت السوق المصري، نزلت محلات الشوكولاتات المستورده، نزلت في محمود الفار، نزلت وانتشرت عند ناس كتير جدا. بس الكيكه دي كان سعرها غريب شويه بالنسبه لي لما جيت اشتريها. اللي استشفيته ان الكيكه دي كانت نازله بمناسبه راس السنه، وناس كتير بتحب تجيبها في راس السنه، خصوصا بره في اوروبا والدول المتقدمه وفي امريكا. يعني لازم بيقول لك ايه ان هم بيفطروا بيها اول يوم في راس السنه. فرحت اجيب الكيكه دي، لقيت ان سعرها مبالغ فيه شويه. هي الكيكه دي كيكه اسمها موتا، ودي اسمها باندورو. في نوع تاني اللي هو ايه بيبقى عامل زي القالب كده. الكيكه دي رحت اشتريها ساعتها كان سعرها مبالغ فيه جدا. عاوزك تتوقع كده سعر الكيكه دي كام. توقع كده توقع، وبعد كده هنفتحها ونشوفها كده وتقول لي بقى انت يعني تديها سعر كام كده، لان انا اتصدمت ساعتها لما شفت سعرها. اسم الصنف كيك باندورو، الوزن الصافي 700 جرام، وهي بلا بلا بلا، المنتج شركه باولي ايطاليا، المنشأ في ايطاليا. حلو قوي الكلام ده. كيكه ايطاليه، وهي فعلا معموله في شكل كده ايه هديه او حاجه، بحيث ايه تبقى موجوده معاك في راس السنه يعني. اللي مكتوب عليها بالايطالي 1919، كله ايطالي في ايطالي اهي. لا في حاجات هنا ايطالي برضو. خلينا نعمل لايك ونفتح كده نشوف الدنيا جوه. كده ازاي دي بقى. دي الكيكه الباندورو، هي بصراحه حجمها كبير جدا 700 جرام. اوكي، واخده شكل كده، استنى. جاي معاها كيس ده. كنت دخلت ايطالي كنت عرفت اقرا الكلام ده، بس زوشيرو فانيلجيلاتو جيلياتو امبالبل ايه امبالبابيلي، زوشيرو فانجيلياتو امبالبابيلي. مكتوب هنا باودر شوجر. حاسسها شبه البيت بتاع سبونج بوب. ده شكلها من جوه كده، برضو حجمها تقيل. قبل ما افتحها بس وندوق، كيكه يعني شاي. كيكه ايطاليه مع شاي العروسه، ميكس كده مش مفهوم. واو، ده شكلها من جوه. طريه جدا بالرغم ان هي بقالها فتره يعني، وبقالها فتره كمان عندي. لونها بصراحه جامد جدا، وملمسها طري طري قوي. ندوقها كده ساده الاول، بعد كده نحط عليها سكر. بسم الله. هي طعمها من جوه حلو، اللي هو الجزء الابيض ده، لكن اطرافها بتحس ان هي محروقه سنه كده، قلبة على فينو من بره. حاسس ان هي كيكه عاديه يعني، ممكن تعملها في البيت عادي، ممكن تشتريها من اي حد بيعمل كيكه في مصر. خلينا ندوقها كده مع السكر. مش عارف هو ده سكر بودره ولا ده المفروض يتعمل زي كريمه. طبعا دي مش هحكي ان هو مش سكر بس. لا والله سكر بودره عادي. زي الكحك بسكر مثلا ولا ايه، مش فاهم. ولا ينبهر. حاسس ان في كيكه كتير جدا دقتها يعني احسن من دي، مش حاسس ان فيها اي حاجه مميزه. خصوصا بقى ان سعرها يا معلم الكيكه دي ب 350 جنيه. مش مصدقني صح؟ يعني اكتب كده على جوجل موتا كيك البندور، 385 كمان في مترو، 320 في اي مارت، نازله في لولو ب 150 جنيه، وفي اللي هو اللي بالزبيب ده. يعني ليه مفيش براند مصري ممكن يقدم لنا الكيكه دي، بما انها يعني ايه الناس بتحبها قوي في الفتره بتاعه نهايه السنه دي؟ ولا هو عقده الخواجه بقى اللي هو لا احنا لازم نجيبها مستورده عشان بره بياكلوها كده، فاحنا لازم نجيبها كده. هل انت شايف يا صديقي ان الكيكه دي ممكن تدفع فيها 350 جنيه، ولا كيكه الحاجه احسن؟ يعني شويه بيض وسكر وبتاع، البيض غلي بس يعني ايه، اكيد مش هتوصل 350 جنيه. يا ريت تشاركني رايك تحت في الكومنتات. ما تنساش لو الفيديو عجبك تعمل لايك للفيديو، وما تنساش لو حبيت تشتري حاجه من على نون دخل البروم كودز دي، هتاخد خصم توصيل مجاني لحد باب بيتك. سلام. هي احلى ولا كيكه ماما؟ لا، حلوة. دي احسن من كيكه ماما.